السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا نعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة وبسيطة من لفة جلاش مركونة عندك في قلب الفريزر ومحتارة تعملي بيها ايه. تبقى طبعا خارجينها معانا من الفريزر متكسرة ومتفرفتة ومش عارفين نعمل ايه. الوصفة دي سهلة جدا وتنفع معاكي للفطار، للغدا، للعشاء. ينفع تاخديها معاكي وانت رايحة في قلب مصيف او اي حاجة. والكمية اللي هنعملها مع بعض ديت بأقل من نص لفة جلاش، يعني اقل من نص كيلو. بس اهم حاجه عايزاكي تشجعيني شويه، متنسيش في اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفيه. يلا بينا نبدا ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معايا كان ده جلاش عندي في قلب التلاجة، طبعا زي ما انتم شايفين كده متكسر. طبعا عشان افرده مش هينفع، فقلنا نعمل بيه كده ايه، حاجه حلوه كده وسريعه. هقطعه كده معايا زي ما انتم شايفينه كده، زي ما هو كده، ما بلمسهوش، بقطعه بس كده. طبعا هو كده كده بيتكسر لانه هو اصلا كان في قلب الفريزر. طبعا بقى اي حد تاني يقول لك لا ده احنا هنرميها ملهاش اي استعمال، لا، الطريقه دي جميله قوي وهتعجبكم. بعد كده بجيب معايا صينيه وبدهنها كده سمنه كده من تحت زي ما انتم شايفين كده. ما بكترش طبعا السمنه، حاجه بس خفيفه كده بحيث بس ان الحاجه معايا ما تلزقش فيه. بعد كده بجيب معايا الجلاش برش شويه كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ما بتكش عليه، انا بسيبه يبقى هايش كده. باخد شويه كمان. وصفه سهله وسريعه، ما تاخدش معاكي اي مجهود ولا اي وقت. وطبعا بقى دي طبعا يعني إيه معانا الجلاش بقى ما يكون بايظ معاكي في قلب التلاجة، الطريقه دي بتبقى حلوه قوي. ليه؟ بدل ما نقول هنرميه، لا، خساره. بعد كده بدهن بس برضي بس ايه رشه سمنه خفيفه كده، مش كتير، حاجه خفيفه بس كده بس. بجيب بقى معايا فلفل رومي مقطعانا كده معايا، برش كده واحط كده في النص. بجيب برضو معايا طماطم مقطعها برضو كده واحطها كده برضو في النص. الوصفه دي على فكره جميله جدا، تنفع معاكي للعشاء بالليل، للفطار الصبح، بتكوني مثلا رايحين مصيف ولا اي حاجه، تنفع معاكي بقى، بتبقى خفيفه كده وجميله. ده قطعه برضو من اللانشون، لو متوفر عندك، مش متوفر ممكن تعمليها بالخضار بس. اي حاجه عندك عايزه تحطها حطيها. عندك حته صدر فرخه برضو، حته فرخه، عندك اي حاجه موجوده عندك. ما عندكيش ممكن تعمليها بس كده بالخضار. دي كانت جبنه عندي صفرة كده، جبنه سلطه، حطيت منها برضو. لو مش متوفر عندك عادي خالص، اي نوع جبن انت حابه ان انت تحطيها بتحطيه. ولو ما عندكيش عادي برضو، يعني الجبن دي اختياري. ده شويه برضو جبن ميكس كده. بعد كده بقى بجيب بواقي الجلاش اهو، اهم حاجه بس ان انا اغطيها كلها. ما بتكش عليها. دي على فكره ما كانتش لفه جلاش كامله، دي كانت لفه كانت عندي، خدت منها شويه، ودي اللي كانت بقى وحطيتها عندي في قلب الفريزر. قلت استعملها في اي وقت، بس نسيتها وقعدت عندي كتير، فطبعا كانت نشفت بقى.
كده خلاص غطيناها كلها. يلا نشوف بقى الخليط اللي هنسقيه ليها. بيضايه، عليها كوبايه من اللبن، معلقه كده من السمنه، دي معلقه الاكل، معلقتين او 3 معالق مش اكتر من كده. لو انت حابه تحطي زيت مكان السمنه عادي براحتك. دي نص معلقه كده من السكر. اي ماده دهنيه دي بترجع لك انت اللي على حسب ما انت بتحبي، زيت، سمنه، اي حاجه انت بتحبيها. نحط بقى شويه كده من الفلفل الاسمر، دي شويه كده من الملح، مش هكتر ملح قوي عشان انا حاطه الجبنه التانيه اللي هي السلطه دي بتبقى حادقه شويه. بخلط المكونات دي كده كلها مع بعض. لو انت حابه تحطي نص معلقه بيكنج باودر حطي، انا هنا بقول يعني البضايه عندي مكانه، فانت لو انت حابه تضيفيها كمان براحتك يعني ضيفيها. ممكن تضيفي البيكنج باودر مكان البضايه وتشيلي البضايه لو انت مش بتحبي البيض. كده الخليط جاهز معانا بقى نسقيه كده للجلاش بتاعنا. جميله، جربها كده صدقيني هتعجبك جدا. كده بقى انا مولعه معايا الفرن، مولعان طبعا نار عاليه جدا، قايده من فوق ومن تحت. هحطه في النص، مش هتكمل 10 دقايق ان شاء الله وهتطلع معانا. نشوفها مع بعض بقى بعد ما بتطلع. ده شكلها كده بعد ما طلعت معايا من الفرن، شايفين شكلها؟ تعالوا كده بقى نقطع كده خرطتين كده ونطلعهم مع بعض. شايفين شكلها؟ خطيره. ده كده الشكل النهائي معانا للجلاش بعد ما قطعناه كده وجهزناه معانا. هنقدمه بقى في طبق كده وبألف هنا وشفا. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عاجبك، بس اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.